الثغرة اللي كانت امبارح في خط الهجوم واضحة مودست الحقيقة. يعني مودست في مشكلة. يعني مودست امبارح يعني بص لا صنع ولا احرز، ومجرد انه استلم الكرة او لمس الكرة 7 مرات، وده الحقيقة يعني ارقام بالنسبة لمودست لا تزال ضعيفة. حتى وصفت في التعليقات المحللين والمواقع ان هي ارقام يعني كارثية، انه مودست على مدار 79 دقيقة لعبوا من امبارح اكتفى بلمس الكرة 7 مرات، منهم 3 تمريرات صحيحة من 6 بنسبة 50%، وخسر الكرة 3 مرات، وارتكب خطأ وسقط في التسلل مرة، وشتت الكرة مرة، وحصل على تقييم 6.5 من 10. لسه مودست قدامه وقت. ولما بتيجي تتكلم مع مارسيل كولر دايما يقول انه يحتاج رفع معدل اللياقة البدنية وأداؤه هيختلف. حتى الآن الناس منتظرة تشوف من مودست أكتر من كده بكتير. يعني هي حتى لو لياقته مش عالية، بس هي مستنية تشوف واحد يطلع بدماغه دانة كده يحطها في البعيدة. محتاجة تشوف كرة مثلا يوقفها ويشوطها صاروخ في المقص. يعني محتاج تشوف جول بينم عن مهارات فيرود. لغايه دلوقتي لسه ما شفناش ده. يعني الجول اللي جابه الماتش اللي فات اللي قبل ده يعني هي شوطه لطشه كده جوه ال 18. لكن جمهور الاهلي محتاج يشوف لمودست جول او لعبه تنم عن انه عنده مهارات هجوميه قويه. حتى الان لسه ما ظهرتش هذه اللعبه حتى الان، عشان يبقى التقييم بتاعهم يعني مريح بالنسبه لجمهور النادي الاهلي.